السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهاردة هنتكلم على مباراة الزمالك وفيوتشر، وازاي هنقدر نتغلب على المشاكل اللي واجهناها في الماتش اللي فات. الحقيقة ماتش المقاولين ده كان كابوس. نقطتين ملهمش لازمة ضاعوا من الزمالك. طبعا يتحمل جزء كبير منهم من ضياع النقاط دي يانيك فريرا. ما قدرش يجد الحلول للماتش. بدأ بشكل غلط بتشكيل ملوش أي لازمة، يعني إن احنا نلعب بونجات اتنين تمانيات على الوينج. إذا كان ناصر ماهر اللي هو ظهر في الماتش الاولاني بشكل جيد لان هو طبعا في فورمه، لكن المركز الوينج اليمين ده هو ما بيعرفش يطلع فيه امكانياته، وما بيظهرش الا لما بيلعب في رقم 10. وفي حالة ان انت عندك ناقص في الناحية الشمال ممكن يغطيها لك، لكن الناحية اليمين دي مش منطقته خالص، وما يقدرش ان هو يطلع احسن ما عنده في الجبهة دي، لان هو بيبقى جاي باتجاه ان هو بيعدل على شماله، وهو اصلا لعيب ايمن عشان يقدر يدخل لقلب الملعب، فبتبقى بتعمل له مشاكل كبيرة في ان هو يخرج امكانياته في الجبهة دي. واحنا عايزين نبدأ نلعب بالوينجات بتاعتنا اللي موجودة، يعني احنا اكيد مش جايبين معالي والفينا بيتزيرا عشان نلعب بناصر ماهر على الناحية اليمين. يعني انا مش فاهم الصراحة كان ايه وجهة نظر. حتى لما بدأ يشتغل على التبديلات طلع عدي الدباغ اللي هو اصلا كان اللعيب الوحيد اللي عمال يتحرك في المنطقة الهجومية، وبيحاول يجتهد ان احنا نخلق فرص. الراجل كان بيتحرك على اليمين والشمال، وبيحاول يعمل هجمات خطيرة، لكن للأسف خربه ونزل ناصر منسي اللي ما كانش في حالته خالص. وبعدين ناصر منسي رقم 9 تارجت من رقم 9 بيلعب على ان يجيله عرضيات يلعب بدماغه، وطبعا مفيش كان حد بيلعب له عرضيات خالص، فما ظهرتش امكانياته، ما قدرتش ان انت تستغله بشكل جيد. بس فكانت طبعا بداية المباراة خاطئة، وفي نفس الوقت التغييرات بتاعته ما كانتش افضل حاجة. نزل طبعا لعيبة كويسة بس لما جه ينزلها ما نزلهاش بديلة للناس المطلوبة. يعني هو كان مفروض ينزل الفينا بيتزيرا وينزل على الناحية الشمال، كان مفروض يبقى موجود عنده احمد شريف على الدكة، على اساس ان ادم قايد هو لعيب رقم 8، مش وينج خالص. احنا بنشوف ان هو امكانياته بتظهر لما بيبقى في نص الملعب، بيستلم وياخد الكرة ويقدر يراوغ ويلعب بوشه، بيلف ويلعب بوشه ويلاعب الناس اللي حواليه. لكن ان هو يجي من الوينج عن طريق الجناب مش افضل حاجة عنده، لا عنده سرعات ولا عنده امكانيات العرضيات بشكل جيد. هو لعيب حريف بيعرف يعمل الترنات بشكل كويس ويلاعب الناس اللي حواليه. فاحنا افضل حاجة ان احنا ناخدها من ادم كايد ان احنا نلعبه في رقم 8 مع ناصر ماهر رقم 10، ويبقى وراهم لو رقم 10 لو رقم 6 اللي موجود محمد شحاتة. افضل من ان احنا نبدأ بدونجا الصراحة، لان هو لا بيعرف يبدأ هجمة وعنده مس باسز كتير جدا، فبيأثر عليك في بداية الهجمة اللي احنا لسه هنتكلم فيها ازاي هنلاعب مودرن فيوتشر. فبس ده كان تعليقي سريع عن الماتش المقاولين والمشاكل اللي حصلت، ويتحمل نسبة كبيرة منها يانيك فريرا. ازاي نلعب بقى في ماتش مودرن سبورت؟ انا رأيي ان احنا لازم نلعب بونجين صراحة زي ما احنا قلنا، يبقى الفينا على اليمين وشيكو بانزا يرجع يبقى على الشمال،
ويبقى عندك على الدكه احمد شريف، عشان لو شيكو بنزا ما ظهرش بشكل جيد يبقى موجود احمد شريف، لان هو ده الوحيد اللي انا شايفه موجود في السكواد. هو طبعا مش وينج شمال، بس هو لعيب متحرك وعنده مهارات، يقدر يبقى افضل واحد بديل لشيكو بنزا. الوينج شمال تقريبا الوحيد اللي موجود عندك في الفريق. وتعمل ستريتشنج للملعب بين الاثنين دول، يبقى عندك على اليمين الفينا وشيكو بنزا على الشمال عاملين ستريتش الملعب. الستريتشنج ده هيؤدي انه يعمل لك فراغات في منطقه المساكين بتاعه المودرن فيوتشر اللي هي فيها مشاكل اصلا. الاثنين المساكين بتوع فيوتشر عندهم مشاكل. لو ده رحت عليهم مثلا بعبد الله السعيد وناصر ماهر، المتوقع ان هم هيبقوا رقم 8 ورقم 10. ناصر ماهر لو لعب رقم 10 بيبقى عنده اريحيه، بيعرف يلعب الوينجات ويلعب المهاجم اللي قدامه اللي هو ان شاء الله يبقى عدي الدباغ برضو مقاتل وبيخبط كتير. مع الاثنين المساكين بتوع فيوتشر يقدر ان احنا نعمل خطورة على مودرن فيوتشر. برضو ممكن نستغل مهارات الفينا بيتزيرا على الباك الشمال لمودرن فيوتشر، ان احنا نعمل حلول هجومية. هيبقى عنده حلين. الحل الاولاني ان هو يستغل مهاراته الفردية ويقطم لجوه ويشوط، او انه يقطم لجوه ويلعب عرضيه لشيكو بنزا اللي هيبقى موجود. بقى عندك حل ان انت عدي الدباغ عندك بيلعب بدماغه كويس، شيكو بنزا بيلعب بدماغه كويس، فتقدر ان هو لما يقطم ويلعب عرضيه يبقى في حلول موجوده انها حد يجيب جون من خلال ضربات الراس، لان هو عمل واحده الماتش اللي فات لما نزل كانت عرضية ممتازة، بس طبعا ما فيش حد كان موجود الناحية التانية انه يقدر يترجمها الجون. ده هيبقى موجود المرة دي. برضو في حالة ان هو عمل ستريتشنج للملعب هو شيكو بنزا، غير لو في ضغط عليه وممسوك بشكل جيد، لان انا اعتقد ان ده اللي هيحصل. فاحنا هيبقى الحل بتاعنا ان هو يعملوا ستريتشات للملعب، قلب الملعب بتاعنا اللي هو هيبقى متمثل في ناصر ماهر وعدي الدباغ يقدروا يستغلوا المساحات دي والاخطاء الدفاعيه الكارثيه اللي موجوده في فيوتشر، وانا بقول عليها من دلوقتي ان احنا ممكن نستغلها خلال الماتش، وبحلول الفرديه بتاعت لعبتنا ان احنا نجيب اجوان من العمق. دي اول نقطه. تاني نقطه، لازم نحل مشكله بناء الهجمه اللي هي كانت باينه جدا انه اشتغل عليها محمد مكي مدرب المقاولين، انه هو حط لنا 2 مهاجمين على 2 مساكين بتوعنا والحارس بتاعنا اللي هم احنا بنعتمد على بناء الهجمه منهم، احنا بنبني الهجمه من تحت، فحط لك 2 مهاجمين على 2 مساكين، قفل لك الدنيا خالص. تيجي تبدا الهجمه بتغلط طبعا، بتعمل ميس باسز، بتدور على متنفس فبتروح لدونجا اللي هو مفيش اي مهاره في بناء الهجمه تماما، بيغلط، عنده ميس باسز كتير اللي احنا لازم نشتغل عليها. هي دي من اولويات ان المدرب اللي عندنا يبدا يحل المشاكل اللي في التيم. فواضحه جدا من الاول ماتشين احنا عندنا ميس باس في نص الملعب بشكل كبير. فالحل ان محمد شحاته يبقى رقم 6 هو اللي يبدا الهجمه، هو افضل بكثير طبعا من بدايه الهجمه عن طريق دونجا، ويبقى في حالته. لان الماتش اللي فات برضو لما كان نبدا نحاول نروح على محمد شحاته لقينا ان برضو في مشكله في بناء الهجمه، ما كانش في احسن حاله ليه في الماتش ده، لان هو الوحيد اللي كان متنفس في سيراميكا في بدايه الهجمه. فعشان كده كنا بنحاول على الاقل ساعات بنبدا بنعمل هجمات خطر. لكن الماتش بتاع المقاولين كان محمد شحاته كمان مش في حالته، فكان بناء الهجمه فيها مشكله كبيره. تاني حاجه بنايه الهجمه ان انت برضو في الفرق اللي بتعمل التكتلات دي لازم تعتمد على الباسز تبقى دقيقه وتوصل للمهاجمين، تقدر تستغل المساحات انك تدور الكرة من اليمين للشمال، وبعد كده يبقى عندك حد باسير جيد يقدر يوصل الكرة للمهاجمين بتوعك. فده ما كانش موجود. اتمنى ان هو يبقى موجود النهارده من خلال ثنائيه محمد شحاته وعبد الله السعيد وقدامه ناصر ماهر،
يقدروا يلعبوا الاثنين وينجات اللي موجودين عندنا والمهاجم عدي الدباغ. دي اول طريقة ممكن نضرب بيها دفاع مودرن فيوتشر. وايضا الكرات الطويلة لازم نشتغل عليها بشكل جيد المرة دي. الماتش اللي فات كنا بنلعب الكرات الطولية بشكل سيء جدا، فلازم نلعب عليها ان يبقى في دقة فيها. بنوصل الوينجات وعدي الدباغ بشكل جيد من خلال ان احنا نلعب كرات طولية ورا الباكات بتاعت مودرن فيوتشر. فده يبقى عندك كذا حل تقدر تضرب بيه، ان انت هتعمل اولا ستريتشنج بالوينجات وتضربهم من العمق من خلال ناصر ماهر وعدي الدباغ. دي اول نقطة. او تستغل المهارات الفردية اللي عندك، يعني انت شفنا الفينا بنزيرا لعيب كبير جدا عنده مهارات عالية، يقدر بحلول الفردية ان هو يدخل العمق، يا اما يسدد او يلعب كرات عرضية لشيكو بانزا من الناحية التانية. ونفس الكلام شيكو بانزا برضو ممكن تلعب على مهارته وسرعته، بانك تلعب هجمات مرتدة سريعة وتلعب له الكرات الطويلة في ظهر الباك اللي بيلعب عليه، وهو يستغل سرعته ويدخل للمنطقة الجزاء، يجيب لك ضربة جزاء، يسدد تسديدات على المرمى. كده انت لعبت على حلين، يا اما تعمل سيرش الملعب تلعب في القلب او تستغل مهارات الوينجات. وعندك برضو حل اخر ان انت تلعب على الكرات الطولية في ظهر المدافعين. دي الطريقة الانسب اللي احنا نقدر نلعب بيها مودرن فيوتشر ونستغل نقاط الضعف بتاعتهم. ازاي بقى نواجه المشاكل اللي عندنا والمشاكل اللي ممكن يستغلها مودرن فيوتشر اللي هي مصدر قوة عندهم؟ طبعا كرات الكورنرات والكرات العرضية عن طريق علي فوزي اللاعب الباك اليمين بتاعهم بيلعبها بشكل جيد جدا، وعنده 2 مساكين احنا كلمنا عليهم ان هم الدفاع بتاعهم مش افضل حاجة، ولو دخلت عليهم في العمق هتقدر تستغل المشاكل بتاعتهم. خلال الهجوم بقى هم في الكرات العالية ممتازين، وسجلوا اعتقد 3 اهداف في اول ماتشين من خلال الكرات العرضية من علي فوزي، والاثنين مساكين بتوعهم بيلعبوا بشكل جيد في الكرات الركنية بالذات. فدي لازم نشتغل عليها ويبقى في تمركز جيد في الكرات الركنية، ونحاول ان هم ما يستغلوش الضربات الركنية زي ما استغلوها في الماتشين اللي فاتوا. برضو ما عندهم مهاجم حسام حسن، مهاجم رخم بيعرف ياخد ضربات جزاء، بيعرف يموت اللعب، بيلعب على طول على انه ياخد فاولات في مناطق خطر، وبيعرف يستغل المساحات ويسجل اهداف. فلازم طبعا المسك اللي هيبقى مكلف بيه نقدر نشتغل ان احنا نقفل عليه المساحات وما ننجرش وراه ان احنا نعمل فاولات على منطقة الجزاء او منطقة جوه منطقة الجزاء بشكل حذر، ونقدر ان احنا نمسكه بشكل جيد. وانا اتوقع ان الافضل يبقى الونش المكلف بيه ويبقى بيسابورته حسام عبد المنعم. ده بنسبة كبيرة رأيي في كيفية مواجهة فريق مودرن فيوتشر النهاردة ان شاء الله. برضو عايزين نتكلم على الفرق الكبيرة. الاهلي كان باي الاسبوع ده. بالنسبة لماتش مودرن سوري المصري وبيراميدز كان ماتش جامد جدا. الماتش ده كان مختلف طبعا، في فرق بين انت لما تيجي تلاعب فرقة بتهاجمك فبيبقى عندك مساحات، فاللعيبة المهارية اللي عندك تبدأ تظهر. فايفرتون ما كانش باين في الماتشين الاولين بتوع البيراميدز لانه كان بيلاعب فرق من الاندر دوجز اللي هم بيقدروا يقفوا ورا ويعملوا لك يقفلوا لك المساحات بتاعتك. فاللعيبه الفرديه
لو ما قدرش يستغل واحدة ما بيظهرش امكانياته بشكل اكبر من الماتشات اللي بيبقى فيها مساحات. فطبعا المصري البورسعيدي ادى لايفرتون مساحات اللي هو قدر يستغلها ويبدا يظهر امكانياته. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده ان ايفرتون ده هيظهر في الماتشات الكبيره اكتر من الماتشات الاندر دوجز زي ما بنقول، اللي هم بيبقوا بيلعبوا زون ومقفلين خالص وبيبقى في واحد مركز مع المهارات اللي عندك. بس برضو انا مستغرب ليه بيراميدز ما بيلعبش الوينج الناحيه التانية كمان مصطفى فتحي. يعني لازم يبقى عندك اكتر من حل، لكن عبد الرحمن مجدي حتى الان ما قدرش يثبت نفسه. فبيبقى اللعب كله محاوله من ايفرتون ان هو اللي يعمل الهجمات الخطر. فماتش المصري كان ظاهر بخطوره كبيره جدا وقدر انه يحرز هدف، وهو اللي كان عامل شكل لنادي بيراميدز. النادي المصري بيستمر بأدائه الجيد على مدار 3 ماتشات دلوقتي. المنطقة الهجومية عنده ممتازة الحقيقة، عنده المنذر وصلاح محسن وأحمد عمران اتكلمنا عليه الماتشات اللي فاتت، لازم نحط عيننا عليه. لعيب جيد، لعيب نص ملعب متحرك، بساطته سليمة، بيعمل سروهات بشكل ممتاز. عمل سرو نتج عن هدف الماتش اللي فات. والتغييرات بتاعة المدرب واضح ان هو مدرب ممتاز وعامل شكل للفرقة، عمل فترة اعداد ممتازة. فالمصري هيبقى من الفرق اللي هتعمل شكل في الدوري السنة دي. ده كان واضح من ملخص سريع للمباراة بتاعة المصري وبيراميدز. نتمنى النهارده الزمالك يبدأ يستغل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ونلعب الماتش زي ما احنا الرسم التكتيكي اللي احنا اتكلمنا فيه، ونستغل نقط الضعف بتاعت مودن ونقدر نلعب عليها وناخد ال3 نقط ان شاء الله النهارده. ده كان كل اللي معانا النهارده. اتمنى دعمكم ان نبدا نسبسكرايب بشكل اكبر على القناه ونبدا نتفاعل مع بعض على الكومنتات واللايكات، واشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.